خلاص بقى انت بحطه في البنك في الحساب بتاعي. حاج سلام دلوقتي. معلش يا اخ، هي البلد دي بعيده. عايز بس اروح، بس اخش جوه البلد. بعيده البلد؟ لا بص، هي مش بعيدة، انت هتمشي على طول في يمين هتبقى في البلد. معلش يا اخويا، انا راجل صاحب مرض. عايز اي حال لله، اي حال لله. انا راجل صاحب مرض وعيان. بص وعشت بص ضايقه خالص. اي حال لله، حتى لو 5 جنيه تطلع منك احسن من ما فيش. حي لله بس. ربنا يساعدك والله، ربنا يكفينا ويديك ربنا. معناش ادينا واديك ربنا ازاي يا حاج؟ ما تدينا اي حال لله، ما تعنكم كتير. انت لسه 7 كما تقول 50,000 تحطهم في حسابي. يعني لو خص 5 جنيه، لو خص 5 جنيه هيجي لك الصرع. هات 5 جنيه لله يا اخي، ولا اي حال لله. لا اله الا الله. وانت حتى في دي بصيت ودانك فيها وسمعت؟ انت مالك يا عم 50,000 ولا 20,000 ولا 100,000؟ انت مالك انت؟ معيش حاجة. الله يا اخي ربنا ما يقول في القران: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يا اخي ادينا اي حاجه، ادينا حسن لله، ادينا حال لله، بدل ما ان شاء الله يا اخي ربنا يغفر. اقعد تشت البلد شكلكم. خد. ايوه صدق انت طريق ايه الادب؟ ليك ايه؟ انت مدد عليا؟ مش مدى عليك يا عم روح اشتغل يا عم، ولا اعمل اي حاجة. ايه القرف ده بتاعك؟ مسكيني في اشتغل. انا راجل بقول لك صاحب عيا، صاحب عيا، ماكش قادر اشتغل. كله اصحاب عيا وكله عيان، مفيش حد ما خالي من العيا. روح يا عم اشتغل يا عم، روح يلا، روح انت راجل هدف كده، روح يلا. طب بالراحه ايه القرف عليا. ده؟ انا راجل كبير وراجل عيان، صاحب مرض. هذه اللي ماسكين فيها انتوا، راجل انا كبير وراجل صاحب عيان. مرض. انت عيت عليك ربنا ياخدك. ليه؟ سيدنا موسى هي يا عم يلا. جاتكم قرف شكله. طلعوا حال الله خلي ربنا يكرمكم. انا مش مطلع لله. طلعوا حال الله خلي ربنا يكرمكم. ما انت ربنا مش كارمكم ليه؟ ما تحب الفلوس تحب المال. طلعوا حال الله يا اخي، طلعوا. ما نقول يا رب اكرمنا، يا رب اكرمنا، وعايز ربنا يكرمكم. مش مطلعوا الزكاه ولا طلعوا حال الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. مالك خد. تعال انزل هنا عشان انا عارف ان البلد دي فيها خير كتير. قابلت واحد لما يقول لي 50,000 جنيه احطهم لي في الحساب. قلت طب برك، الواد ده ممكن يمسك لي بقد 100 ويلكلكها لي في جيبه يقول له خد. الولد اقول له هات حتى لو 5 جنيه، يقول لي ادب عليا. طب يعني انت مشتكي من حاجه عشان تشحت؟ انا راجل عيان وراجل ضعيف. انا راجل عيان وراجل ضعيف ومريض كمان. طب ايه اللي يثبت ان انت ضعيف؟ معايا اثباتات. معاك؟ ايوه معايا اثباتات. ما ممكن تكون مضروبه. لا ده مضروبه، ده شهاده موثوق فيها كمان. طب انا مش عارف اقرا، هو كده معدوله ولا؟ ما انت مش هتعرف تقرا. طب ليه قلت لي هات بعد اذنك؟ بقول اقراها لي. ها؟ انا شايف مفيش اشاعه كسر ولا حاجه. لا انا مش مكسور بس ضعيف. ضعيف؟ جاي هنا عشان اخد حال الله. معكش حال الله؟ انا عايز الله. عايز الله والله. حال الله. انا عشت تاج على الاخر. انت كده حرشتني. والله. طيب هنعمل ايه طيب؟ انا معيش غير حاجه بس. ما تدلنيش على بيت حد كده اروح له، حد يكون من اولياء البلد كده، غناي كده وناس حلوه. وعلى اول البلد في كتير. طب ايه رايك ان انا اول بيت اخش فيه على طول كده؟ ده ما ينفعش. ها؟ ما ينفعش وما يجوز. ليه؟ ممكن يمسكوك ما يطلعوكش بره البلد. انت كده تبقى سرقه. اخش بس اتوقع على الله. خلاص عايز حاجه؟ خد انت بس بس انا معيش غير دي بس، يا ريت ترضى بيها. المعدن. طب مش هتديني 10 حتى جنيه اجيبها فطار ولا عشاء؟ خد انت، مدي قال لك اداني. خد. لا انت خد نصها ولما ربنا يكرمك. طب خلاص انا ساعتين بالظبط وعاود تاني هتبقى قاعد في المكان ده ان شاء الله. ربنا يفرشها واديك ال10. ان شاء الله. عايز حاجه؟ مع السلامه. يجعله في ميزان الحسنات. وعليكم. زي الحال. لقمة عيش زي بعضه عشان جعانة دي 3 ايام. لقمة عيش. يبقى انت عايز لقمة عيش؟ يا ما تروح تشتغل يا انت عليك جسم يشغل مصنع. روح اشتغل وشوفك المصنع بدل التسول ده. احنا قاعدين متسولين السنة دي. انت هتزننا على لقمة العيش؟ ده اكل عيشي. انا راجل مريض مش مقدر اشتغل. اي لقمة عيش كده اعمل فيها خير. سيبك من لقمة العيش. ايه الدخل اللي انت داخلها دي؟ بقيت تقول لقمة عيش وانت بالمنظر اللي انت عامله ده عايز نديك لقمة عيش؟ لا اله الا الله يا اولاد. بص يا بيه انا راجل ضعيف وراجل عيان وراجل صاحب مرض.
بص كده احمد ربنا انا دخلت عليك الدخله دي، ده في ناس دخلت على دخله غشام. شوف يا بيه ريس صاحب مرض، اي حاجه لله كده، اي حاجه لله، اي صدقه كده. انت عيان وانا مكسور. انت عارف عشان خاطر جبس الكسر ده صرفت كام؟ دخل في 10000 جنيه لحد دلوقتي عشان خاطر جبس الكسر ملوش لازمه. وبعد كده احنا مش فاضيين غير الجماعه المتسولين احنا السنه دي يعني. قعدنا المتسولين كده مش معنى ان احنا عندنا يبقى انا هدي، عندنا ومش هديك يا باشا. ان كان على عندنا بسم الله ما شاء الله عندنا بتاع 700 فدان وخمس ست عماير بسم الله ما شاء الله يعني. اللهم لا حسد. ربنا يزيدك تاني وتالت يا بيه. اي لقمه عيش بس خلينا نمشي، توكل على الله. اي لقمه عيش عشان انا اي حاجه خلينا نمشي. بص يا عم الحاج انت مش مهندس، اما اقول لك ايه معايا ومش هديك، والعمليه بص هنا خربانه واصل، الواحد دماغه وجعاه وفصلان، فتوكل على الله عشان ما يمدش ايدي عليك. يلا يا عم توكل على الله يا مكسب بلا